مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس الدالة الخطية والدالة التآلفية. بعد التعرف في الجزء الأول على الدالة الخطية، سنتعرف في هذا الجزء على ماذا نقصد بدالة تآلفية، كيف نحدد معامل دالة تآلفية، وأيضا كيف نمثل دالة تآلفية مبيانيا. كنشاط تمهيدي، تقترح خزانة لكراء الكتب على القراء العرض التالي: أداء 3 دراهم عن كل كتاب ودفع مبلغ ثابت قدره 10 دراهم للانخراط. السؤال الأول: انقل في دفترك وأتمم الجدول التالي. ثانيا: هل الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ ثالثا: اكتب f لx بدلالة x. احسب f لناقص 3 و f ل8. خامسا: أوجد العدد x الذي صورته هي 100. إذا خذ معي ورقة وقلم، اكتب الأسئلة وحاول الإجابة عنها. فكما تعلم هذا الفيديو تعليمي وليس ترفيهي، لابد من مجهود كي تتمكن من الفهم أكثر. نمر إلى الجواب. إذا نملأ الجدول. إذا كما نعلم أن الخزانة اقترحت أداء 3 دراهم عن كل كتاب ودفع مبلغ ثابت قدره 10 دراهم للانخراط. إذا تم اقتناء كتاب واحد أو كراء كتاب واحد، إذا سنؤدي 3 دراهم عنه بالإضافة إلى 10 دراهم للانخراط، بمعنى الثمن الذي سنؤديه هو 3 زائد 10 بمعنى 13. الآن إذا تم اكتراء كتابين، ما هو المبلغ الواجب أداؤه؟ إذا كتابين بثمن 3 دراهم عن كل كتاب بمعنى 2 في 3 6، ثم سنضيف ثمن الانخراط الذي هو 10 زائد 6 سنحصل على 16. إذا نفس الشيء بالنسبة لباقي الأعداد. إذا اقتنينا الآن 4 كتب، ثمن كل كتاب هو 3 دراهم، 4 في 3 12، ثم سنضيف ثمن الانخراط الذي هو 10. 12 زائد 10 سنحصل على 22. نفس الشيء بالنسبة للعدد 5 في ثمن كل كتاب 3، يعني 5 في 3 15، ثم نضيف إليه مبلغ الانخراط 15 زائد 10 25. ثم 7 في 3 نعم 21 بالإضافة إلى 10 أي 31. ثم إذا كان عدد الكتب 10 بمعنى 10 كتب في 3، بمعنى 10 كتب في 3 30 زائد ثمن الانخراط سنحصل على 40. وهكذا نكون قد ملأنا الجدول. السؤال الموالي: هل الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ إذن كي يمثل وضعية تناسبية لابد أن يكون لدينا نفس معامل تناسب. الآن إذا قسمنا 16 على 2 سنحصل على 8، ثم 22 مقسوم على 4 سنحصل على 11 على 2 5. إذن ليس هناك نفس المعامل، بمعنى أن هذا الجدول لا يمثل وضعية تناسبية. السؤال الثالث: نكتب f لx بدلالة x. إذن من خلال الجدول، عندما كان لدينا كتابين، إذن كيف حصلنا على المبلغ؟ إذن ثمن كل كتاب هو 3 في عدد الكتب في 2 زائد مبلغ الانخراط 10. نفس الشيء عندما كان لدينا عدد الكتب هو 4، إذن 3 في 4 زائد 10 حصلنا على 22. الآن إذا كان عدد الكتب بصفة عامة هو x، إذن العملية التي سنقوم بها هي ثمن كل كتاب 3 في العدد في x زائد مبلغ الانخراط. إذن هذه العلاقة التي كتبناها هي التي تربط عدد الكتب بالمبلغ الواجب أداؤه، بمعنى تربط x ب f لx. ممكن أن نكتبها أيضا بهذا الشكل: f لx تساوي 3x زائد 10. إذن هذه الكتابة دالة تآلفية، بحيث 3 هو معامل الدالة f و10 هو الأرتوب عند الأصل. إذن كسؤال: ما هو الفرق بين الدالة التآلفية والدالة الخطية؟ أيضا الدالة الخطية لديها معامل، لكن ما الفرق؟ كما نلاحظ أن هنا لدينا الأرتوب عند الأصل الذي هو 10. إذن ما الفرق بين الدالة التآلفية والدالة الخطية؟ دائما بالنسبة للدالة الخطية يكون الأرتوب عند الأصل يساوي 0، بمعنى نجد دائما f لx تساوي عدد في x.
لكن بالنسبة للدالة التآلفية نجد عدد في x زائد بالإضافة إلى عدد آخر الذي يسمى الأرتوب عند الأصل. إذن هذا هو الفرق. إذن العلاقة التي تربط بين f لx و x هي f لx تساوي 3x زائد 10. إذن السؤال الرابع لنحسب f لناقص 3 و f ل8. إذن سنعوض x بناقص 3 ثم نعوض x ب8 ونحسب. إذن بالنسبة ل f لناقص 3 إذن تساوي 3 في ناقص 3 زائد 10. إذن f لناقص 3 تساوي ناقص 9 زائد 10 تساوي 1. إذن صورة العدد ناقص 3 بالدالة f هي 1. إذا الآن نفس الشيء بالنسبة ل f ل8. إذن تساوي 3 في 8 زائد 10 تساوي 24 زائد 10 أي 34. السؤال الأخير نحدد العدد x الذي صورته هي 100. إذن عدد x صورته بالدالة f هي 100 بمعنى أن f لx تساوي 100. إذا لدينا f لx تساوي 100 ومن جهة أخرى لدينا تعبير f لx هو 3x زائد 10. إذا سنعوض f لx ب 3x زائد 10. إذا حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد x. 3x تساوي 90. إذن x تساوي 90 على 3 وبالاختزال نحصل على x تساوي 30. وبالتالي العدد الذي صورته 100 هو 30. إذن كتعريف ليكن A و B عددان حقيقيان معلومان. العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي x بالعدد AX زائد B تسمى دالة تآلفية معاملها A ونكتب العلاقة التالية. إذن العدد AX زائد B هو صورة x بالدالة F ونرمز لها ب F لx حيث F لx تساوي AX زائد B. العدد B يسمى الأرتوب عند الأصل. إذن كيف تكتب الدالة التآلفية؟ إذن تكتب على شكل f لx تساوي ax زائد b حيث a هو معامل حيث a هو معامل الدالة و b هو الأرتوب عند الأصل. أمثلة. إذن الدالة f لx تساوي جذر مربع 2x زائد 5 هي دالة تآلفية معاملها هو جذر 2 والأرتوب عند الأصل في هذه الحالة هو 5. ثم الدالة j لx تساوي ناقص 2 على 3x ناقص 1 هي أيضا دالة تآلفية معاملها هو ناقص 2 على 3. الأرتوب عند الأصل في هذه الحالة ناقص 1. المثال الثالث الدالة h لx تساوي 7x هي دالة تآلفية ومعاملها هو 7 وأرتوبها عند الأصل هو 0. إذن كما نلاحظ هذه الدالة هي دالة خطية. إذن كملاحظة أو كاستنتاج كل دالة خطية هي أيضا دالة تآلفية، غير أن الفرق هو أن الأرتوب في هذه الحالة يكون دائما 0. في الدالة الخطية الأرتوب دائما يكون 0. إذن فكل دالة خطية هي عبارة عن دالة تآلفية. الفقرة الثانية معامل دالة تآلفية. النشاط التمهيدي نعتبر الدالة التآلفية المعرفة بما يلي f لx تساوي 2x زائد 1. المعامل 2 الأرتوب عند الأصل 1. انقل في دفترك وأتمم الجدول التالي. ثانيا احسب f لناقص 2 ناقص f ل7 على ناقص 2 ناقص 7 و f لناقص 9 ناقص f ل10 على ناقص 9 ناقص 10 و f ل7 ناقص f ل10 على 7 ناقص 10. ماذا تلاحظ؟ ثالثا دون حساب حدد قيمة العدد f ل 2021 ناقص f ل 2019 على 2021 ناقص 2019. الجواب. إذا نملأ الجدول حسب النشاط. الدالة التآلفية معرفة ب f لx تساوي 2x زائد 1. إذا 2 المعامل والأرتوب عند الأصل هو 1. إذا الجدول. إذا بالنسبة لناقص 2 إذا إذا عوضنا
إذا عوضنا في تعبير الدالة بناقص 2 إذا سنجد 2 في ناقص 2 ناقص 4 زائد 1 إذا ناقص 3. نفس الشيء بالنسبة إذا كانت قيمة x هي 7 إذا 2 في 7 14 زائد 1 15. نفس الشيء بالنسبة ل10 2 في 10 20 زائد 1 21. ثم ما هو العدد الذي صورته ناقص 17 بالدالة f. إذا كما كان في النشاط السابق إذا سنجد أن العدد الذي صورته ناقص 17 هو ناقص 9. إذا الآن لنحسب f لناقص 2 ناقص f ل7 على ناقص 2 ناقص 7. إذا في الجدول صورة ناقص 2 هي ناقص 3 ثم صورة 7 يعني f ل7 هي 15. إذا ناقص 3 ناقص 15 ناقص 18 ثم ناقص 2 ناقص 7 ناقص 9 ثم نحصل على 2. نفس الشيء بالنسبة لf لناقص 9 ناقص f ل10 على ناقص 9 ناقص 10. إذا حسب الجدول صورة ناقص 9 هي 17 هي ناقص 17. إذا نعوض ناقص 9 بناقص 17. إذا صورة 10 بالدالة f هي 21. إذا ناقص 17 ناقص 21 ناقص 38 وناقص 9 ناقص 10 ناقص 19 نحصل على 2. نفس الشيء بالنسبة لf ل7 ناقص f ل10 على 7 ناقص 10. إذا تساوي صورة 7 بالدالة f 15 حسب الجدول وصورة 10 بالدالة f 21. إذا 15 ناقص 21 ناقص 6 7 ناقص 10 ناقص 3. إذا نحصل على 2. إذا كما نلاحظ أننا دائما نجد نفس العدد. إذا نلاحظ أن دائما نحصل على 2 وهو معامل الدالة التآلفية f. إذا لدينا الدالة التآلفية معرفة ب f لx تساوي 2x زائد 1. دائما نجد معامل الدالة f. دائما نجد 2 الذي هو معامل الدالة f. إذا الآن دون حساب ستكون قيمة f ل 2021 ناقص f ل 2019 على 2021 ناقص 2019 تساوي 2. إذا نلاحظ أنه لدينا دائما نفس العدد الذي نبتدئ به ونفس العدد الذي ننتهي به. دائما سنحصل على نفس المعامل. إذا كانت f دالة تآلفية و x1 و x2 عددين مختلفين x1 يخالف x2 فإن معامل الدالة التآلفية هو a تساوي f لx1 ناقص f لx2 على x1 ناقص x2. إذا دائما نبتدئ بنفس العدد وننتهي بنفس العدد. إذا تمرين تطبيقي f دالة تآلفية حيث f ل2 تساوي ناقص 3 و f لناقص 3 تساوي 7. إذا حدد معامل الدالة f ثم حدد f لx بدلالة x. إذا لتحديد معامل سنحسب f ل2 ناقص f لناقص 3 على 2 ناقص 3 أو f لناقص 3 ناقص f ل2 يعني نفس العدد الذي نبتدئ به في الأعلى نبتدئ به في الأسفل. إذا الجواب إذا a تساوي f لناقص 3 ناقص f ل2 إنه في الأسفل ناقص 3 ناقص 2. إذا تساوي لدينا حسب المعطيات f لناقص 3 7. إذا 7 ناقص ثم f ل2 ناقص 3. إذا 7 ناقص 3 على ناقص 3 ناقص 2. إذا في البسط 7 زائد 3 إذا تساوي 10 وفي المقام لدينا ناقص. إذا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5. إذا تساوي 10 على ناقص 5 تساوي ناقص 2. إذا معامل الدالة هو ناقص 2. إذا معامل الدالة التآلفية f هو ناقص 2. الآن لنحدد f لx بدلالة x. إذا نعلم أن تعبير الدالة التآلفية يكتب على شكل f لx تساوي ax زائد b. إذا بما أن المعامل هو ناقص 2 فإن التعبير سيصبح f لx تساوي ناقص 2x زائد b. الآن سنحدد العدد b. إذا من جهة ثانية لدينا f ل2 تساوي ناقص 3. إذا سنعوض بقيمة 2 في تعبير الدالة.
إذا ناقص 2 في 2 زائد ب تساوي ناقص 3، ناقص 2 في 2 ناقص 4، ناقص 4 زائد ب تساوي ناقص 3، ومنه ب تساوي ناقص 3 زائد 4، معادلة من الدرجة الأولى. إذا ب تساوي 1، وبالتالي فإن تعبير الدالة سيكون على شكل f لx تساوي ناقص 2x زائد 1. نمر إلى آخر فقرة في هذا الجزء، التمثيل المبياني لدالة تآلفية. إذا خاصية OIG معلم متعامد في المستوى. التمثيل المبياني لدالة تآلفية f هو مستقيم يمر من نقطتين A ذات الإحداثيات xa f ل xa و b ذات الإحداثيات xb f ل xb. إذا الفرق بين التمثيل المبياني للدالة الخطية والدالة التآلفية، بالنسبة للدالة الخطية دائما يمر من أصل المعلم، وبالنسبة للدالة التآلفية لا يمر من أصل المعلم، يمر من نقطتين مختلفتين. إذا ملاحظة هامة، إذا النقطة M ذات الإحداثيات xm ym نقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني لدالة تآلفية f، يعني أن f ل xm يساوي ym. إذا مثال تطبيقي، f دالة تآلفية معرفة بما يلي: f ل x تساوي 3x ناقص 1. إذا أنشئ تمثيل مبياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم. إذا كما نعلم لتمثيل دالة يكفي أن ننشئ نقطتين تنتميان إلى هذه الدالة. إذا أخذنا x تساوي 1، إذا 3 في 1 3 ناقص 1 2، ثم 3 في 2 6 ناقص 1 5، 3 في 2 6 ناقص 1 5. إذا سننشئ النقطة A ذات الإحداثيات 1 2، ثم النقطة B ذات الإحداثيات 2 5، وننشئ المستقيم الذي يمر منهما حتى نحصل على التمثيل المبياني للدالة f. إذا بعد إنشاء النقطتين سنحصل على هذا الشكل، وسننشئ المستقيم الذي يمثل تمثيل مبياني للدالة f. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء.